السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على القناة. نتمنى تكونوا كاملين بأحوال جيدة. في هذا الفيديو غادي نوريكم طريقة تحضير شوربة القيمرون بالخضر والفطر بنكهة رائعة سريعة سهلة وغادي تعجبكم بزاف ومناسبة لهذا البرد. والسر باش تجيكم هاد الشوربه بنينه هو طريقه تحضير مرق السمك بقشور القمرون اللي غادي يزيدها بنه على بنه. خليكم معايا تشوفوا كل خطوه بالتفصيل. اول شيء غنحتاجوه هو واحد حبتين من القرع الاخضر او جوج قرعات خضرات، غادي نقطعوهم مربعات رقيقه، وايضا حبه من الجزر. هاد الطريقه غادي يطيبوا بسرعه، وايضا الشكل ديالهم في الشوربه كيجي جميل. غادي نحتاجو ايضا قليل من الفطر، غادي نرطبوه في الماء الساخن ونقطعوه الى قطع رقيقه. غنحتاجو ملعقه صغيره من الثوم المدقوق، وملعقتين كبيرتين من الزنجبيل الاخضر المبشور. غنحتاجو القليل من القمرون، غنحتاجو الملعقه من صلصه السمك، وملعقتين من صلصه الصوجا، ملعقتين من البقدونس مفروم، وغادي ناخذوا القليل من الشعريه الصينيه غنوضعوها في الماء الساخن. بالنسبه لطريقه تحضير مرق السمك، غادي ناخذوا قشور القمرون، غادي نغسلوهم في ماء فيه القليل من الخل، نغسلوهم مزيان نصفيهم ونضيفوهم لتر من الماء. نضيفوا عليه بصله او نصف بصله نقطعوها القطع، ونضيفوا جوج فصوص من الثوم، القليل من الفلفل الاسود او الابزار، وورقتين من اوراق سيدنا موسى او اوراق الرند، والقليل من اليازير. نخليهم يطبخوا واحد المده ديال 10 دقائق ونصفيو هذا الخليط. في واحد الانيه غادي نوضعوا القليل من زيت الزيتون، ملعقه من الزبده، وحبه من البصل اللي قطعناها رقيقه. من بعد ما تشحر البصله شويه نزيدوا الخضر، نزيدوا الفطر، ونزيدوا الثوم، ونحركوا هذه المكونات جيدا حتى تشحر. نضيفوا مرق السمك او مرق اللي حضرناه، نصفيه ونضيفوه، ونزيدوا باقي التوابل، القليل من الفلفل وملعقه من الزنجبيل. نضيفوا ايضا الزنجبيل الطري ملعقتين، نضيفوا صلصه السمك ملعقه، وملعقتين من صلصه الصوجا. نضيفوا ايضا القمرون، ونخليو الخليط تقريبا مده ديال 15 دقيقه فوق النار. نضيفوا الشعريه الصينيه، وفي الاخير غادي نضيفوا واحد ملعقتين من النشا مع كوب من الماء، ونخلطوه جيدا ونضيفوه للشوربه. وملي نحصلوا على القوام المطلوب غادي نضيفوا ملعقتين من البقدونس المفروم. ممكن انكم تضيفوا القليل من صلصه الصوجا اذا جاتكم الشوربه ما ملحاش. فهذا هو الشكل ديالها النهائي. نتمنى تكون نالت اعجابكم، فنتمنى انكم ديروا لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو، واذا جربتوا الوصفات تشاركونا بالاراء ديالكم في التعليقات. شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.